السلام عليكم، مرحبا بمتابعي قناة الحميدي. اذا بعد ما كنا شفنا في الحلقة اللي دازت مقدمة وخاتمة ديال احياء النموذج، ان شاء الله من خلال هذه الحلقة هذه غنطرقوا الى مقدمة وخاتمة ديال سؤال الذات، طبعا دائما في سياق النص التطبيقي. اذا فقط عندي ملاحظة بالنسبة لي، فانا كنشرح الحاجه مثلا الا كانت خاصها شرح فانا تنشرحها. اذا بالنسبه للناس اللي ما بغاش تسمع هذا الشرح هذا، بامكانها ان تزيد الفيديو حتى توصل هذه المقدمه هذه، وديك الساعه تنقلها في بلا شرح. اذا فاول شيء خاصنا اول حاجه خص يكون في المقدمه هو هاد الحوايج اللي غادي نتطرق ليها دابا. اذا فالسؤال ديال المقدمه كيجي على الشكل التالي: تأثير النص ضمن سياقه الثقافي والأدبي، أي مقدمة عامة نعرف فيها ذلك الاتجاه الأدبي من خلال ظروف نشأته وخصائصه وتقديم رواده. ثم صياغة فرضية، بمعنى أن الصياغة الفرضية ماشي مباشرة نجيو تنقولوا مثلا ومن خلال المؤشرات السابقة نفترض، لا، خصنا المؤشرات نشرحوه، وأنتم كي غتشوفوا إن شاء الله من بعد غادي نشرح لكم هذه المسائل كلها. إذا فالمؤشرات شنو هي؟ كتكون عندنا الملاحظة البصرية للنص، ثم عندنا العنوان، ثم بداية النص ونهايته. إذا هذا هو المؤشرات اللي من خلالها تنطلقوا باش أننا نفترضوا فرضية لهذا النص هذا. إذا شوفوا معايا السؤال الأول كيقول لنا: تأثير النص ضمن السياق الثقافي والأدبي مع وضع فرضية لقراءته. إذا حنا غادي نجاوبوا إن شاء الله على هذا السؤال هذا، وغادي نجاوبوا على هذا السؤال الاخر اللي هو تركيب خلاصه تستمر فيها نتائج التحليل وتبين مدى تمثيل النص لتجربه سؤال الذات. اذا جوج ديال الاسئله غادي نجاوبوا عليها في هذه الحلقه هذه. اذا غادي ندوز الى المقدمه باش تشوفوا هذه المقدمه كيفاش مبنيه، واللي من خلالها ايضا بامكانكم انكم تاخذوها وتستعملوها في الامتحان ديالكم، في الامتحان الوطني. إذا ظهر سؤال الذات استجابة لما عرفه العالم العربي منذ القرن العشرين من تغيرات اجتماعية وفكرية وثقافية. هذه التغيرات دفعت الكثير من الأدباء إلى إعادة النظر في الموروث الشعري القديم، وتولدت لديهم الرغبة في إبداع شعر يقطع الصلة بالقديم وينفتح على الجديد، وذلك من خلال التركيز على المضامين ذات بعد رومانسي تتمحور حول الذات، تحدهم في ذلك مرجعيتهم الثقافية الغربية. هكذا اتخذوا الذات بأبعادها النفسية والوجدانية والفكرية محورا هنا عاودت هذا محور جمرات، محور لتجاربهم الشعرية، فعبروا عن المعاناة والقلق الوجودي في ظل واقع يتحكم فيه التخلف والاستعمار، وقد اتخذوا الحلم ملاذا للتعبير عن ذواتهم. وهكذا تشكل الخطاب الرومانسي في مدارس وهي. إذا هنا غنهضروا على الرواد بعد ما درنا التأثير العام لهذا المقدمة، التأثير العام للسؤال الذات، فهنا غادي نجيو باش نطرحوا الرواد. إذا وهي مدرسة الديوان التي يمثلها عندنا ثلاثة هنا ديال الاتجاهات أو ثلاثة ديال المدارس إن صح التعبير، فحنا غادي نعطيو المدرسة ونعطيو كل رائد أو الرواد اللي برزوا واللي بانوا في هذه المدرسة هذه. مدرسة الديوان التي يمثلها العقاد وشكري، هنا وشكره هنا عندي خطأ، وشكري والمازني، وجماعة أبولو التي يمثلها علي محمود طه وأحمد زاكي أبو شادي وأبو القاسم الشابي، ومدرسة المهجر التي يمثلها جبران خليل جبران إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة، ويعتبر هذا الأخير من أبرز شعراء الاتجاه. علاش قلنا ويعتبر هذا الاتجاه هذا الأخير من أبرز شعراء هذا الاتجاه؟ إذا فهذا تيكون غالبا تيكون هو الشاعر اللي حنا في صدد تحليل القصيده ديالو. هادشي علاش قلت لكم دائما الشاعر اللي حنا عطاه لينا في القصيده كنخليوه اخر حاجه ويعطيونا التعريف ديالو تنهضروا عليه. ما عطاوناش التعريف مثلا كنديروا هذه العباره هذه: ويعتبر هذا الاخير من ابرز شعراء هذا الاتجاه. طبعا اذا هاد المعايير هادو ضروري ومؤكد انها تكون في المقدمه. اذا شنو غندير هنا دابا؟ غادي نجي باش نطرح الاسئله ديال الاشكاليه. الاسئله ديال الاشكاليه كنجيبها من الاسئله اللي تتعطاني في الامتحان. في الاخر غادي نوريها لكم. ما مضامين القصيده
وما هي الخصائص الفنية للقصيدة؟ وإلى أي حد استطاع الشاعر تمثيل خصائص خطاب التيار الذاتي؟ إذا هنا طرحنا الأسئلة ديال الإشكالية. شنو غادي نجيو دابا نديرو؟ غادي نجيو باش نطرحوا الفرضية. هاد الفرضية القصيدة ما تنديروهاش، يعني عندكم ديروها في ملي كتكونوا كتحلوا القصيدة، لا هذه ما تنديرهاش، فقط غير باش كتبتها انا غير باش تعرفوا بأن راه حنا دابا في صدد يعني طرح الفرضيات. إن المتأمل في هذه القصيدة يدرك من الوهلة الأولى أن شكلها لا يختلف في شيء عن القصائد العربية القديمة، فهي من الشعر العمودي الذي يقوم على نظام الشطرين المتناظرين صدر وعجز، ويتقيد فيه صاحبه بنفس الوزن والقافية والروي. أما على مستوى العنوان، إذا شوفوا معايا شنو درت هنا، ملاحظة بصرية ديال القصيدة، ملاحظة بصرية الشكل ديالها كيفاش داير، وهنا غادي نجي باش نطرح يعني نحلل العنوان. يعني قبل ما نطرح الفرضيات ضروري هاد الأشياء أنني نطرق لهم. أما على مستوى العنوان فقد جاء مثلا نفترض احنا الحان الانهار او لا الحان الالحان مثلا، المهم شي حاجه متعلقه بالعنوان، مش حاجه العنوان ديال القصيده. جاء جمله اسميه او لا جمله فعليه او لا جمله يعني جمله مركب اسمي على حسب العنوان كيفاش جاء التحليل التركيب ديالو. فالكلمة الأولى تشير إلى حالة فرح وطرب داخلي، أما الكلمة الثانية فتشير إلى عوالم الطبيعة الصامتة الهادئة والتي من شأنها أن توفر لزائرها السكينة والهدوء. ومن خلال هذه المؤشرات، إذا هذه مؤشرات، شنو هي المؤشر اللي استعملنا هنايا؟ استعملنا جوج المؤشرات، المؤشر ديال الملاحظة البصرية للقصيدة والمؤشر ديال العنوان. بإمكانكم مثلا انتم تستعملوا أو تستعنوا بمؤشر آخر وهو بداية ونهاية القصيدة. إذا ومن خلال هذه المؤشرات يمكننا أن نفترض، شنو نفترض؟ على أن مثلا الشاعر سيتحدث عن معاناته النفسية أو لا عن بكاء، فقط شنو ممكن تفترضوا انتم هنايا؟ فجميع الفرضيات ما يمكنش مثلا نقولوا بانها صحيحه ولا خاطئه حتى لاخر النص، عاد غنتاكدوا بان واش هذه الفرضيه صحيحه ولا خاطئه. اذا فهل مضمون القصيده يؤكد صحه هذه الفرضيه؟ صافي كنديروا علامه استفهام وكندخلوا كنرجعوا يعني باش نحللوا القصيده ديالنا وفق يعني دوك الاسئله اللي عطاونا. اذا دابا غادي ندوز لكم الى الخاتمه باش نشوفوا عين هذه الخاتمه حتى هي شنو كيفاش بامكانكم انكم تكتبوها ومناش كتكون. وبعد هذه المراحل الطويله من التحليل نخلص الى كون قصيدة هاته هي قصيده نموذجيه لتجربه سؤال الذات، على اعتبار ان الشاعر، شكون هو الشاعر، قد افلح في تبني مختلف آليات الشعر الوجداني، وذلك من خلال اعتماده على الأبعاد التأملية لذات الشاعر من قيم وجدانية وأحاسيس صادقة. وللتعبير عن ذلك فقد اعتمد الشاعر على لغة سهلة وبسيطة وبنية إيقاعية تجمع بين الجديد والقديم، وصورة شعرية اعتمدت على الحيلولة في الطبيعة والتشخيص وجنحت إلى الإيحاء والتعبير، وأسلوب تهيمن عليه الجمل الفعلية والخبرية واستعمال ضمير المتكلم. الجمل الخبرية الإنشائية والخبرية إن شاء الله غادي نشرحها في الحلقة اللي مورا هذه. ومن ثم فإن هذه التجربة الرومانسية نموذج فريد للتجربة الشعرية الذاتية. وبعودتنا للفرضية، إذا شنو درنا هنا؟ غادي نصحوا، غنتأكدوا من صحة الفرضية اللي طرحنا في الأول. ضروري ما يمكنش ان نطرحوا الفرضيه وما نتاكدوش منها، وهذا خطا كتوقعوا فيه. لا، طرحتي الفرضيه خصك تاكد منها واش صحيحه ولا خاطئه، وهذا الشيء كنديروه في الخاتمه. طبعا بامكانكم انكم ديروه في التحليل وتشيروا مثلا تشيروا لهذه المساله، لكن ضروري في الخاتمه انكم تاكدوا منها واش صحيحه او لا خاطئه. اذا الفرضيه التي سبق وان طرحناها فإنها فرضية صحيحة أو لا فرضية ناقصة أو لا فرضية يعني خاطئة. إذا أتمنى في الأخير حقيقة أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا،
دائما تنقول لكم بان الاسئله ديالكم خليوها في التعليق، فانا راه كنطلع ليها وتنشوفها ومن خلالها تنبني على الفيديو اللي غادي نديرو. اذا اضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.